كتير قوي من الشباب الحقيقة عندهم هوايات، وده يعني شيء جميل جدا وبنشجعه بشدة. لكن انه الهواية تبقى انت بتمارسها، ده الطبيعي. اللي ممكن يبقى غريب شوية لما تبقى الهواية بتاعتك بتحاول انك تنشرها بشكل جيد، بتحاول انك تعلمها للآخرين بتقنياتها بجمالها، وفي نفس الوقت مش بتاخد اي مقابل. يعني الموضوع بالنسبة للشباب اللي معانا مش انه ده مصدر رزق، لكن هو ناس حبت حاجة قوي، حبوا التصوير قوي، وبالتالي نفسهم يشوفوا كل الناس بتعرف تصور تصوير بشكل سليم. والحقيقة ان دي يعني حاجة الايام دي مهمة، لانه كتير قوي من الشباب دلوقتي بقى الانستجرام والفيسبوك واماكن كتير قوي لنشر الصور، فعلى الاقل الصور تبقى شكلها حلو وتبقى يعني فيها التقنيات والمهارات الفنية زي ما بيقولوا. الشباب اللي معايا عملوا صفحة على الفيسبوك اعتقد، او يعني هنشوف، انا هعرف بالظبط ازاي بينشروا فكرتهم، لكن هم عملوا حاجة اسمها فوتوخانة، ومن خلالها بيعلموا الناس التصوير بالمجان. ضيوفي معايا احمد الشيخ، اهلا بيك يا احمد. اهلا بحضرتك. وحسام جمال، اهلا بيك يا حسام. وامير علي، اهلا وسهلا. انتوا اصحاب الفكرة وانت المؤسس للفوتوخانة. مظبوط، كلام حضرتك مظبوط. طيب احكي لي الاول، قول لي ايه هي فوتوخانة بالظبط؟ فوتوخانة هي عبارة عن مجموعة، احنا المجموعة اللي شغالة فيها او احنا اللي بنديرها. انتوا الثلاثة؟ انا مؤسس الفكرة. لا، احنا الإدارة موجودة عندنا في اكتر من شخص. انا المؤسس الفكرة والقائم بالإدارة، وفي فريق بيدعم الفكرة وبيشتغل عليها زي حسام وامير. تمام. والفكرة مفتوحة لكل الناس، الموضوع مفتوح لكل الناس، اللي حابب يشارك بيشارك معانا. يعني بتعملوا ايه بالظبط بقى؟ احنا بنعلم الناس تصوير، بنعلم الناس تصوير على اسس اكاديميه. يعني الموضوع دلوقتي زي ما حضرتك عارفه بقى فيه انتشار كبير قوي للهوايه، انتشار كبير قوي للموضوع، للصور، للتصوير يعني. وللصور وللي بيعلموا التصوير كمان. ففي جزء كبير بيحصل فيه الشاب الجديد اللي عايز يتعلم ما بيتعلمش الموضوع بطريقه سليمه. فده كان التشالنج اللي احنا خدناه، والتحدي اللي احنا خدناه، ان احنا نوصل للناس العلم اللي هو التصوير، لان التصوير في حد ذاته علم. نوصله باسس اكاديميه او على اسس اكاديميه بطريقه سليمه، وفي نفس الوقت كل الناس تقدر ان هي تتعلمه. طيب انا هسال على ايه هي الطرق السليمه، او يعني حابه ان انا افهم اكتر عن التصوير. لانه احنا العادي بتاعنا انه نمسك الكاميرا وتك تك تك، خلاص انا كده يعني عملت طلعت صور. فخليني اسال برضو ايه الشباب اللي معانا. حسام، انت بتحب يعني الموضوع بالنسبه لك هوايه ولا احتراف، ولا انت بتشتغل في المجال ده؟ هو الموضوع بدأ من 4 سنين تقريبا. بدأت برضو ان انا خدت الكورس. اصلا في الاول انا ما كنتش في فريق العمل ولا حاجه. انا بدأت الكورس بمبادئ تصوير مع احمد فوتوخانة. انا الدفعه الثانيه في فوتوخانة. يعني انت متدرب على ايد احمد؟ انا هو يعني انا متدرب على ايده واخوه. يعني ده تدريب اكيد واخد انت الخلاصه كلها. الموضوع بالنسبه لي كان حلو في حاجه، ان انا مثلا لما بعوز حاجه هو معايا في البيت. يعني لما بعوز حاجه وكده. فالموضوع بدا في احتراف الاول، ان هو بقيت بصور، بنزل اصور في الشارع. بعد كده بدات ان انا اخش فوتوخانة. بتصور لنفسك ولا بتصور للجرايد مثلا؟ او لا الاول ما كنتش بشتغل خالص. يعني الاول كان الموضوع اللي هو بنزل اصور لنفسي عشان اخش مسابقات، عشان اصور صور حلوه، عشان صحابي يقولوا لي انت تصويرك حلو. يعني كده. بعد كده بدا الموضوع، طب انا ليه ما اخليش الهوايه دي او الاحتراف ده يبقى شغلي؟ يعني انا اصلا بحب التصوير لدرجه جنونيه يعني. فليه ما اخلوش شغلي اللي هو حياتي كلها بقى بصور برضه احتراف ويبقى عندي شغل. بس فبدات في الموضوع بقى ناخد خطوه ان هو يبقى شغلي، وبدات فعلا هو شغلي دلوقتي يعني. التصوير في حد ذاته يعني احنا بنعتقد انه حاجه سهله، يعني احنا اللي هو الناس اللي مش محترفه يعني بالنسبه لهم التصوير ده حاجه سهله، لكن هو حاجه فيها تقنيات كتير جدا، مش كده؟ بالظبط. ايه اهم التقنيات اللي في التصوير او اللي انت اتعلمتها؟ انت برضو اتعلمت على ايد احمد؟ على ايد احمد. برضو خريج يعني من عند احمد؟ يعني اخر دفعه تقريبا. اخر دفعه؟ انا تاني دفعه قبل الاخيره. طيب ايه الحاجات اللي انت اكتشفت انها
تقنيات مهمه جدا في التصوير. لا، هي الموضوع مختلف تماما. يعني التصوير قبل الدراسه حاجه، بعد الدراسه بقت حاجه تانية خالص. الرؤيه بتختلف، التكوين، في عناصر كتير للصوره عشان تطلع. يعني الصوره مش مجرد بس انا شفت حاجه فصورت دي. ده التصوير العادي. بعد التعليم بقى في فن للتصوير. يعني هو علم التصوير هو فن في الاول. ازاي اشتغل على اللقطه اللي انا عايز اعملها، استناها. في اوقات كتير بنقعد نستنى اللقطه عشان تحصل. الرؤيه نفسها بتختلف. الحاجه اللي ممكن تتشاف حد يشوفها بشكل عادي، بالظبط، حد ممكن يشوفها بشكل عادي، لا احنا بنشوفها بطريقه مختلفه. ممكن تاخد جزء من حاجه، لكن ممكن يعني في واحد ممكن يصور مثلا الديكور اللي احنا فيه ده، يصوره كله كده، ياخد لقطه للديكور. وفي حد ممكن يقوم مركز على حاجه محدش يعرف يشوفها غيره. بالظبط، مش كده؟ بالظبط كده. بزاويه معينه، بطريقه معينه، في وقت معين. كل ده بيفرق. ايه اللي خلاك تفكر في فكره زي دي؟ يعني برضو حاجه مش يعني حاجه غريبه. ايه اللي خلاك تفكر في كده؟ هو مبدئيا زي ما حسام قال، احنا بالنسبه لنا احنا الثلاثه وتقريبا كل الناس اللي بتيجي تتعلم، بالنسبه لهم الموضوع مش مجرد حاجه عايز يعملها، هو الموضوع باشون. يعني الموضوع متمكن مننا. هو انت بتحبي حاجه جدا، شغف بالظبط، برافو عليكي، جبتي الكلمه المظبوطه. هو موضوع شغف، يعني تقدري تقولي ان هو متملك مننا. احنا بنحب الموضوع ده جدا، بنحبوا التصوير جدا، ومضايقين من اللي كان بيحصل فيه. يعني اللي بيحصل في المجال نفسه مضايقنا، فاحنا بنحاول ان احنا نساعد على قد ما نقدر. يعني بدل ما نبقى سلبيين وقاعدين نقول لا احنا عايزين ده مش حلو، ده مش حلو، ده مش حلو، احنا قررتوا انكم توروهم الحلو او احنا بنحاول على قد ما نقدر. يعني خلينا نقول ان احنا بشر، ممكن نصيب او نخطئ، بس احنا بنحاول. يعني احنا اللي احنا بنعمله ان احنا بنحاول. لما بدأ الموضوع في 2012 كانت الفكره عباره عن دروس على الانترنت. يعني انا بنشر دروس، بنشر للناس كلام زي ما بكلم حضرتك دلوقتي باللغه العاميه المصريه البسيطه، فيها صور شرح والموضوع يعني نزل على اليوتيوب يعني مثلا؟ لا مش على اليوتيوب، مش فيديوز، كانت عباره عن تكست بينزل عندنا على صور يعني على الصفحه فوتوخانه فيسبوك/فوتوخانه، او على الويب سايت بتاعنا fotokhana.eg.com. كان بتنزل عليه الدروس والناس ابتدت تشارك. بعد شويه الناس قالت تقول طب احنا ليه بقى ما ننزلش بقى، ننزل نصور ونتعلم مع بعض ونشوف بعض. الفكره لقت استحسان جدا، فقلت لهم يلا. نزلنا ابتدينا نصور، ابتدى الموضوع ده طب ما احنا عايزين نتعلم. طيب يا جماعه يلا بينا نروح اي مكان مفتوح وهقعد معاكم وهقول لكم اللي انا اتعلمته. ببتدي نقل الخبره نفسها بيزود خبرتي انا الشخصيه. يعني انا دايما بقول للناس في الكورسات انا بتعلم منكم، ان فعلا ده بيحصل. انا كل مره بتشرح الكورس بتشرحه بطريقه مختلفه، الماده العلميه نفسها، النظريات، الحاجات دي كلها بتشرحها بطريقه مختلفه. الاسئله بتاعت الناس بتفتح افاق المدرب نفسه، بيقدر يلاقي فيها معلومات جديده، فالموضوع بيتطور. وصلنا دلوقتي ان احنا الحمد لله مخرجين من فوتوخانه في مصر 13 دفعه. الدفعه 13 لسه متخرجه يوم الجمعه اللي هو امبارح، وفي الامارات خرجنا دفعه. كل ده مجانا؟ الاول خالص اول 8 دفعات كنا بنعملهم من غير فلوس خالص، لان احنا كنا بنخرج في جناين وبنخرج في حتت زي دي. دلوقتي احنا بنعملها، بنأجر مكان وبناخد من الناس تكلفه الايجار بتاعه المكان تقريبا. يعني لا اقصد يعني مفيش ربح، يعني انت مش بعمله بغرض الربح، احنا كيان غير هدف للربح. لكن انت على الاقل بتسوي تكاليفك، يعني ما تبقاش انت تكلف. يعني انا يا جماعه هديكم الموضوع اللي انا عندي ببلاش، بس انا مش عايز ادفع فلوس. ده الكونسبت اللي احنا كنا شغالين. حتى الناس اللي قاعده شغاله دي ما حدش فيهم بياخد فلوس. ابتدينا بقى زي ما حضرتك قلت، تفضلتي وقلتي، ابتدى الموضوع يتطور. طب عايزين نتفاعل مع بعض اكتر، ابتدينا نعمل الجروب اللي هو المتجمع فيه الناس. وصلنا دلوقتي قربنا على 11000 عضو على الجروب. 11000؟ ياه، ده كده عدد قليل، الجروبات عليها عدد اكتر. بس الموضوع عندنا يبقى مختلف، لان احنا اللي بينزل عندنا حاجه، احنا مبدئيا كل الحاجه، اي حاجه بتتحط على الجروب عندنا لازم نشوفها الاول قبل ما نسمح ان هي تتنشر، عشان نضمن ان الموضوع يبقى عند ستاندرد معين من الكواليتي. فاللي بيحب يتعلم بيحط الصوره، الناس بتخش تعلق له عليها، بتقول له انت الموضوع كويس او وحش، انت ممكن كنت تعمل كذا او تعمل كذا. اللي عايز ان هو يوري الناس حاجه كويسه بيوريها، اللي عايز ينشر درس عندنا بينشره. احنا الحاجه الوحيده اللي منعينها مانعين الاعلانات بس. اي حد يحط اي حاجه تفيد اي حد من مجتمع التصوير بنقبله وبنرحب بيه. 11000 دول يعني انتوا اتعلموا على ايديكم فعلا، ولا ال 11000 دول المجموعه الناس اللي على الجروب؟ دول المهتمين بالتصوير، اللي اهتموا ان هم يدخلوا على الجروب بتاع كام بقى واحد اتعلم فوتوخانه لحد دلوقتي. اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها اللي متخرجين من فوتوخانه حوالي 134 خريج.
حلو قوي. زي ما قلت لحضرتك في منهم 13 دفعه في مصر ودفعه كانت في الامارات. انتوا دخلتوا ايه المسابقات اللي انتوا دخلتوها؟ يعني اولا انت بالنسبه لك امير الحكايه برضو احتراف، يعني دخلت في مجال الاحتراف؟ لا ولا لا، هوايه. هوايه بس. دخلتوا مسابقات ايه المسابقات اللي شاركتوا فيها؟ احنا كلنا يعني يعني باسم فوتوخانه ولا اشخاص؟ لا فوتوخانه. فوتوخانه كان كاس العالم للانديه مظبوط. السنه اللي فاتت احنا خدنا اكبر عدد قبول في مصر. يعني هو في انديه يعني ايه عدد قبول؟ عدد قبول هو ممكن الاستاذ احمد يشرح لنا بتفصيل اكتر. بس خليني اقول لحضرتك في حاجه اسمها الاتحاد الدولي للتصوير، هم اتحادات اكتر من اتحاد، انا مش هقول اسم طبعا عشان ما يبقاش اعلان الاتحاد نفسه. في اتحاد من الاتحادات ديت ليه مقر هنا في مصر، ماسكه نادي وشخص عزيز اسمه علاء الباشا في اسكندريه. النادي ده او الاتحاد الدولي بينظم مسابقه اسمها كاس العالم لانديه التصوير. يعني اي حد عنده نادي تصوير، احنا الجروب بتاعنا والاكتيفيتي اللي بنعمله الاتحاد الدولي لايه؟ للتصوير. اسمه الاتحاد الدولي للتصوير. اسمه الفياب. لا يعني اقصد هو اسمه الاتحاد الدولي للتصوير الفوتوغرافي. بالظبط. الاتحاد الدولي مقره في فرنسا. المكان الموجود هنا في مصر الوكيل بتاعه بيبلغنا ان في يا جماعه الانديه التصوير عايزين تشاركوا. نبتدي بنجمع تيم، ده الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها، بنجمع تيم وبنعمل ورش عمل. يعني بنقعد نجتمع مع بعض اكتر من مره، بيبقوا 10 افراد اللي بيشتركوا باجمالي 20 صوره، كل فرد صورتين. بنبتدي بنبعت المشاركات بتاعتنا. طبعا احنا كانت اول سنه نشارك، بس الحمد لله احنا عملنا انجاز على مستوى مصر. يعني الصور اللي بتوصل بيبتدوا بيفلتروها وبيحكموها. في صور بتاخد حاجه اسمها قبول يعني اكسبتنس، وصور تانية بتترفض. احنا بعتنا الصور، اتقبل لنا السنه اللي فاتت 6 صور. النادي اللي بعدنا على طول في مصر كان 4 صور بس. فاحنا كنا اعلى عدد قبول على مستوى مصر، وتقريبا الثامن او التاسع على مستوى الوطن العربي. هو ده يعني عايز اقول ايه، يعني ده اللي بيحدد المراكز، يعني اللي هو قبول الصور او عدم قبولها. بالظبط. يعني هي الصور اللي هي بتبقى فيها بدرجات والدرجات فيها حرفيه بالظبط عاليه بتتقبل، واللي ما فيهاش. كلام حضرتك مظبوط. بالظبط. احنا كمان لسه يوم 5/11 ان شاء الله المشاركه بقى بتاعت 2016. يعني ان شاء الله. يعني انتوا بتشاركوا كل سنه؟ هي اول سنه كانت السنه اللي فاتت. بس أوكي. ان شاء الله احنا قررنا ان احنا هنشارك كل سنه. يعني السنه دي كمان ان شاء الله يعني معانا اسامي كبيره، والناس اللي معانا كمان خدت خبره. انا شخصيا خدت خبره في الموضوع، فهيبتدي ان شاء الله مشاركتنا هتبقى ان شاء الله اقوى. يعني انتظروا ان احنا نعمل حاجه ان شاء الله لمصر يعني. يا رب ان شاء الله، دي حاجه جميله. الواحد لما بيجي يتعلم حاجه جديد بيبقى يعني ايه، عايزه اقول حاجات كتير قوي بيلاقي روحه كانت غايبه عنه، يعني مش واخد باله منها اصلا. ايه الحاجات اللي انت لما رحت تتعلم التصوير قلت يا ده انا يعني دي حاجه جديده خالص بالنسبه لي؟ لا، هو الموضوع يعني هو التصوير كان من البدايه خالص هو هوايه موجوده. اوكي. بندور ان احنا ازاي ننمي الموضوع دوت لحد ما قابلت احمد. انا عايز اتعلم التصوير، بدات التصوير. عرفت احمد ازاي؟ من الفيسبوك؟ اوكي. عايز اتعلم التصوير، بدانا ننزل. اتعلمت التصوير شويه. ايه الحاجه اللي انت اول حاجه حسيت انه انا اتعلمت كده حاجه؟ يعني لا، هو احنا لسه بنتعلم. زاويه الكاميرا، الاضاءه، يعني ايه الحاجه اللي اول حاجه او يعني اول حاجه حسيت انه انت كده اتعلمت حاجه كانت ايه؟ لا، هو الموضوع كله احنا لسه لحد دلوقتي بعد حتى الصوره اللي بنطلعها احنا لسه بنتعلم. المشوار مش هقف عند حته وانا اتعلمت. لا يعني انا كان قصدي انه الواحد وهو بيتعلم خطوات او بالزبط. يعني ستيبس. تمام. فكان اول حاجه حسيت انه انا انك اتعلمتها، ده اللي كان قصدي السؤال، بس جايز يكون ده. اول ما طلعت صوره مظبوطه على الاقل بعناصر التكوين بتاعت الصوره المظبوطه. من حيث الاضاءه، من حيث التكوين. اول ما وصلت للمرحله دي حسيت ان انا كده بدات فعلا ان انا بدات تتعلم على الطريق. بالظبط. كان ده بعد قد ايه؟ بعد فتره قد ايه تدريب؟ ده كان مثلا في اول شهر تقريبا. في اول شهر. يعني قعدت شهر بتتدرب وبعدين هو التدريب عشان كان بيبقى مره في الاسبوع. اوكي. مع رابع او خامس مره كنت حسيت انك بالزبط. عارف تطلع حاجه ليها شكل. قدرت افهم المعدات اللي في ايدي وازاي اطلع منها حاجه، ازاي اعمل صوره من المعدات اللي في ايدي. تمام. استخدامها. بمناسبه المعدات بقى، انا طلبت منكم نشوف الكاميرا. وعايزه اسالك
ايه الحاجات اللي في الكاميرا اللي الواحد لازم وهو يعني هيصور يبقى بيظبطها؟ لانه الكاميرا بيبقى فيها حاجات كتير قوي. انا التدويرات دي الحاجات المدوره كتير لا يعني بس كده ناخد فكره عامه عن طيب. الحاجات اللي الواحد لازم ياخد باله منها. هي فكره الكاميرا عامه بدات عملها العالم العربي الحسن بن الهيثم. الموضوع كله عباره عن اوضه ضلمه وبيدخل فيها النور من فتحه صغيره، فبيعمل بروجكشن او بيعمل نقل للصوره اللي بره في الاوضه دي. تمام. محطوط جوه الاوضه حاجه بليت او نقدر نقول عليها سنسور، يعني جزء مستطيل كده بيسجل الصوره بصوره مبسطه جدا. بيسجل الصوره. بيسجل. قبليه على طول في زي ستارتين، عارف حضرتك الستاره بتاعت البيت؟ ستارتين بس بيفتحوا ويقفلوا بسرعه. وقدامهم في العدسه. العدسه لما تم اختراعها عملوا فيها حاجه اسمها دايفرام، اللي هو عباره عن جسم اسطواني كده او اجزاء اسطوانيه راكبه فوق بعض، تقدر حضرتك تضيقيها وتوسعيها. فانا دلوقتي لو مفترض ان انا قاعد في اوضه ضلمه وبفتح باب الاوضه شويه صغيرين، ايه اللي بيحصل؟ لما بفتحه شويه صغيرين الضوء بيدخل بنسبه قليله، لما بفتحه اكتر الضوء بيدخل اكتر. صح. ده اول كنترول اللي هو الفتحه بتاعت العدسه، الاف نمبر بيقولوا عليه في المصورين اللي هو انا احدد كميه الضوء اللي داخله قد ايه بالظبط. دي اول حاجه. تمام. الحاجه الثانيه حضرتك بتشوفي الصور اللي موجوده اللي تلاقيها انا ظاهر والخلفيه ورايا مزغلله قوي دي. لما انا بستخدم في فتحه عدسه واسعه، يعني في الكاميرا بيبقى رقم بتاعها صغير، رقم 1.8 مثلا 2.8، بظهر الشخص بس اللي بصوره وبعزل الخلفيه خالص. الجزء الثاني اللي ورا الستارتين اللي قلت لحضرتك عليهم دول بيفتحوا ويقفلوا. يعني اول ما حضرتك بتدوسي على زرار الشاتر، انا مش عايز اجيب الكاميرا بس عشان البراند ما يظهرش، بس اول لما حضرتك بتدوسي على زرار الشاتر بنسمع الصوت ده تك تك. بالظبط. انا عايز بقى التك تك دوت. انا دلوقتي بتحكم في السبيد بتاعت الستاير دي اللي بتفتح وتقفل، حتى اسمها بالانجليزي شاتر كيرتنز او ستاير الشاتر. ايه ده، هو ممكن اتحكم فيها اهي؟ ما هو بص حضرتك نسمع كده الصوت بتاع الاثنين، مش عارف هيظهر في الكاميرا ولا لا ممكن. اوكي. دي اول واحده فتحت، بعدين تاني واحده قفلت. لو انا بقى سرعت الموضوع شويه، سرعت خالص، مش هنسمع الصوتين. مش هنسمع الصوتين. السرعه دي برضو نفس الفكره. لو انا جايب تعمل ايه بقى الاختلاف ده؟ يعمل ايه في الصوره؟ لو انا نفترض حضرتك ان انا جايب حاجه حاده، ابره مثلا، وبخبط بيها على دي وعمال بخبط طول اللقاء، في اخر اللقاء اكيد هيبقى فيه علامه. لو انا خبطت بنفس الابره مرتين هيحصل ايه؟ مش هيبقى فيه حاجه. مش هيبقى فيه حاجه. نفس الفكره الشاتر. لو انا سبته مفتوح فتره كبيره، الضوء اللي داخل هيخبط في السنسور اللي هو بيسجل الداتا ده، هيخبط فيه كتير. فلما هيخبط كتير هيحصل ان هو يسجل ضوء اكتر، يسجل داتا اكتر. هي الصوره احنا شايفينها دي، حضرتك شايفاني عشان في نور ضارب عليا ومنعكس مني داخل في عين حضرتك، بيتنقل للمخ بالعصب البصري، فبيحصل رؤيه، بيحصل صوره. فانا لما اسرع، انا ما بديش فرصه للضوء انه يخبط السنسور كتير او السنسور يسجل داتا كتير، فبسجل ضوء اقل. لما ببطأ بسمح للسنسور ان الضوء يجي عليه كتير، اللي هو جاي مني او من حضرتك، فبيتسجل صوره اكتر، بياخد ضوء اكتر. يعني الصوره تبقى اوضح. مش اوضح، افتح، منوره اكتر. منوره اكتر بالظبط. اما يبقى الفتره اللي بين التك الاولانيه والتك الثانيه بالظبط اكبر، يبقى الاضاءه افضل، الاضاءه اكتر، يجمع اضاءه اكتر. هو مش افضل واوحش، وعلى حسب الظروف اللي احنا بنصور فيها من حد. الحاجه الثانيه كمان اللي الشاتر بيعملها ده اسمه الشاتر سبيد او سرعه الغالق للناس اللي بتحب الترجمات. سرعه الغالق دي لما انا بسرعها، لما اسجل بسرعه، لو في حاجه بتتحرك قدامي هيثبتها. يعني لو حضرتك بتتحركي، اي حد هنا بيجري وانا عايز اصوره، مش هينفع اعمل تك واسيبها مفتوحه وهو عمال يجري وبعدين اقفل، لان كل الفتره اللي هو بيتحركها دي اتسجلت، فهيطلع لي مهزوز او في موشن. لازم تبقى سريعه. لازم تبقى سريعه. فلما بيبقى سريع بيثبت الحركه، بيبقى بطيء بيسجل الحركه. الكورس اهو يا جماعه بقى. ده احنا كده خدنا يعني ده كده رائع. انت اول حاجه بتديها في الكورس بتكون ايه؟ اول حاجه في اول محاضره انا بشرح للناس الهيستوري اوف فوتوغرافي، تاريخ التصوير بدأ ازاي واتطور ازاي من اول حسن بن الهيثم لحد دلوقتي الايفون او الاجهزه الجديده. بعد كده بشرح لهم انواع تصوير، وبعدين بشرح لهم بقى الكنترولز اللي انا قلت لحضرتك عليها دلوقتي دي. في كنترول ثالث اسمه الاي اس او، ده عمليه بروسيسنج بتحصل على الداتا اللي اتسجلت عشان الكاميرا تكبرها او تصغرها فتبقى الصوره برضو افتح او اغمق. دول اللي انا بشرحهم للناس ازاي يطلع، يعني اما يمسك الكاميرا وهو بيتحكم فيها كانه سايق عربيه مانيوال، ازاي يخلي العربيه دي تمشي كويس وتطلع له الصور اللي هو عايزها بالطريقه اللي في دماغه. يعني الفكره كلها ان انا انقل الصوره اللي في دماغي للديفايس ده او الجهاز ده واسجلها زي ما انا عايز، مش زي ما هي عايزه. تمام.
طيب خليني اسال بقى احمد، لا حسام معلش انا يعني دايما الاسامي عندي ملخبطه. كلنا كده. حسام، ايه اجمل الصور اللي انت قدمتها؟ يعني حسيت انه دي من اجمل الحاجات اللي انت صورتها. اجمل الحاجات، بصي هو الفكره كلها ان انا دايما متعلم حاجه من احمد اخويا قبل ما يكون احمد يعني استاذي. متعلم منه حاجه ان انا لسه ما طلعتش احسن حاجه عندي. يعني انا دايما مقتنع بكده، انا لسه ما بطلتش اتعلم. يعني انا ما بقولش على نفسي ان انا متعلم للدرجه الكافيه، انا دي حاسس ان هي يعني مش مستحيله، يعني ما فيش حد متعلم للدرجه الكافيه ولسه ما طلعتش احسن صوره عندي. بس يعني هو في كلنا حتى لو احنا الثلاثه يعني بالوجه الاخص، يعني اكيد كل واحد فينا عنده صوره معينه كده بيحبها اكتر بالظبط. يعني انت ايه بقى الحاجه اللي انت انا في صوره ليا هي شبه مشهوره بتاعتي، يعني في ولد بيصلي، ده كان صاحبي اسماعيل كان بيصلي وصورته وهو بيصلي واللايتنج نازل عليه بشكل معين وعامل ريفلكت وقلبتها بلاك اند وايت بس. فالصوره دي انا بحبها جدا، يعني هي الناس عارفاني بيها يعني مش اكتر. بس فهي الفكره كلها ان انا لسه ما طلعتش اجمل حاجه عندي، يعني لسه بدري قوي على دي. التصوير بيبقى فيه عايزه اقول ايه، معنى بيوصل، يعني طبعا. انت بتحاول من خلال الصوره انك توصل معنى معين طبعا. مش كده؟ طبعا. هل في معاني صعبه ومعاني سهله؟ يعني في حاجات سهل انها توصل بالتصوير وحاجات صعبه انها توصل طبعا. بالتصوير؟ هي في مثلا في التصوير عامه في انواع تصوير كتير. فانا مثلا لو همسك تصوير معين، انا عندي مثلا في تصوير صحفي وفي تصوير مثلا اللي هو الكوميرشال او التجاري. فالتصوير التجاري ده انا بيبقى مثلا جاي لي فيه حاجه معينه، انا عايز اصور مثلا الساعه دي مثلا، عايز اصور الكاميرا دي بتصوير معين عشان اقدر اعرضها عشان في حد، ده تصوير تجاري. يعني في حد كلاينت او عميل طالب مني ده فهو بيتصور بالشكل ده. التصوير ده يبقى معروف ايه اللي هيحصل فيه. يعني مثلا لو هاجي للتصوير الصحفي او سلاش الستريت فوتوغرافي مثلا، ده نوع وده نوع. فعندي الصحفي مثلا، الصحفي بينزل في احداث معينه بيصور الصوره بشكل معين، فهو معرض لخطر بشكل كبير. هو يعني التاسك بتاعته في الموضوع ان هو هيحكي قصه. على الوجه الاخر برضو الستريت، بس الستريت ما بيبقاش شغل، يعني هو بقى نازل زي ما قلت لحضرتك في الاول، هو في تصوير هوايه. فانا نازل اصور ستريت مثلا، خد لقطه الوش حلو بالظبط، انا ببقى نازل بحاول على قد ما اقدر ان انا اطلع روحي في الصوره. يعني ان انا ببقى حابب الموضوع قوي، فانا بطلع روحي في الصوره. هي الفكره كلها ان انا اساسا زي طبعا ما احمد شرح، هو انا برسم بالضوء. يعني انا بتعامل، هي كلمه فوتوغرافي اصلا معناها رسم بالضوء، فانا برسم بالضوء. انا بتعامل مع الضوء بقى بكل التكنيكالز وكل الحاجات اللي احمد قالها دي، انا بتعامل بيها عشان اطلع صوره تعجب حضرتك مثلا. بس بتصور حاجه معينه حسام؟ يعني ليك انا حسام هو امير. طب ما تحرجونيش على الهوا، يعني تسيبوني الخبط كده مش مشكله. ماشي. طيب امير، ليك شكل معين في التصوير او ليك حاجه مدرسه معينه في التصوير بتحبها اكتر؟ يعني هي مش مدرسه، هو اتجاه او نوع من انواع التصوير. هو انا حابب قوي تصوير الوايلد لايف، الحياه البريه. الوايلد لايف، الحياه البريه، والطيور بالاخص، الحيوانات بقى بالظبط. والطيور بالاخص. احنا في مصر في تنوع بيئي هايل، جايز محدش كتير بيشوفه لان يعني مش حد كتير مهتم بالموضوع دوت، لكن مصر فيها تنوع بيئي هايل. في عندنا انواع من الطيور موجوده بريه، مش يعني مش في الاسر، مش في الاسر، مش كيجد. اوكي. في عندنا حياه بيئيه. بتروح تصورها فين؟ بنروح في كذا مكان، منها الفيوم، القناطر، في اماكن ابعد من كده، العين السخنه. في كل بيئه اعتقد في نوع مختلف، ليها انواعها مش كده؟ يعني وانت بتحاول انك تسجل، يعني عايزه اقول ايه، يعني هل انت بس تعمل نوع من انواع التسجيل لوجودها في الاماكن دي، ولا لا مش بس كده يعني هو تسجيل لوجودها او الرصد ده مرحله. الحاجه الثانيه بنطلع صور فنيه كمان منها. يعني بنطلع منها صور زي لوحات للاكشن بتاعتها، للبيهيفير اللي هم بيعملوه، طريقتهم في التعامل مع بعض. بالظبط كده. ياخد منك ايه ده؟ يعني ده مش بس صبر، ده انت عايز يعني كمان يعني البدايه كمان في ان انا اوصل للمجال دوت. كان مع احمد الشيخ، هو اول واحد دلنا على الطريق للوايلد لايف. دي كانت حاجه تايهه عني. ابونا الروحي. لا ما انا هساله دلوقتي على الحكايه دي كانت تايهه. يعني من ضمن الحاجات اللي بنبقى نفسنا نعملها بس مش قادرين نوصل لها، مش عارفين الطريق الصح بتاعها. فكان حظي كويس ان احمد بدا الموضوع دوت. لما دخلت معاه كمان لقيته هو سابقني فيه. فطب احمد ده هنزل معاك الوايلد لايف.
طب يا احمد هبدا انزل معاك. احنا بتوع الوايلد لايف. من هنا بقى بدات. وبتنزلوا بقى، انا عايزه اسال على الحكايه دي، لانه الحقيقه انا بتفرج يعني احنا مثلا في قنوات بتبقى مخصوص للوايلد لايف، ناشونال جيوغرافي وحاجات كتير قوي، سي وايلد وانيمال بلانيت قنوات مخصوص الناس بتشتغل مظبوط. فيها كل شغلها على الحياه البريه. مظبوط. تصوير الحيوان الحقيقه مش حاجه سهله خالص. لا خالص. وبعدين هو ممكن يتوتر، يعني هو ممكن نفسه الحيوان يتوتر فيبقى مظبوط جدا. هو انا في مقوله بقولها للناس في الوايلد لايف، بقول لهم الوايلد لايف هو الفن ان انت ازاي تبقى موجود. يعني تصوير الوايلد لايف ازاي انت تبقى موجود في المكان ده، ازاي تبقى موجود ومش موجود يعني بالظبط زي ما حضرتك بتقولي بالظبط. عشان يعني هو احنا ما بنعرفش نعمل كده في مصر قوي، عشان حضرتك عارفه الظروف والحاجات اللي بتحصل. يعني احنا المفروض نبقى احسن حاجه لمصور الوايلد لايف ان هو يبقى لابس كاموفلاج، لابس لبس مموه. طبعا احنا ما بنقدرش نعمل كده. الحاجه الثانيه ان هو يبقى عامل هايد، يعني يبقى عامل مكان يختفي فيه وبيغطيه بهايد ما يبقاش باين. وتخيلي بقى حضرتك المنظر، الهايد ده طالع منه كاميرا قد كده، العدسه قد كده، فبكل الاحوال ده حد هيتضرب. ما ينفعش اقنع الناس ان هو بيصور يعني. فدي من ضمن الحاجات اللي بتواجهنا احنا في وايلد لايف. تاني حاجه احنا بنتبهدل حرفيا، يعني احنا ممكن نبقى رايحين نصور طير، ممكن احمد يحكي لي كمان، احنا بنبقى لابسين جزم اللي هي بتاعت الناس اللي بيشتغلوا في الورش دي، جزمه لحد هنا بلاستيك عشان نقدر ننزل في البرك وننزل في المستنقعات، وبنثبت وقت كبير استحمل بقى عضات البعوض والناموس والحاجات دي عشان بس ناخد الصوره. احنا مصر بتقع في مسار من اهم مسارات الهجره اللي هو الاخدود العظيم. عندنا في مصر حوالي 489 نوع طيور ما بين مقيم ومهاجر. بيعدوا علينا في مصر. هنا في الفيوم طبعا لو كملنا في الموضوع هنلاقي ان راس محمد تاني اكبر محميه طبيعيه في العالم. عندنا حاجات كتير قوي في الحياه البيئيه او الحياه البريه، المشكله ان احنا مش ظاهرينها. يعني احنا حتى لما بنصور، احنا جزء من اهدافنا او من احلامنا، احنا من فتره كان في فريق اسمه ايجيبت جيوغرافيك، انا ما كنتش من الاعضاء بتاعته، بس الاعضاء بتاعته عملوا مجهود يحمد جدا وحاجه محترمه. احمد وحيد باحث بيئي ومراقب جوي، احنا كلنا لينا شغل ودي هوايتنا، بس احنا من ضمن هواياتنا ان احنا بنعلم الناس. فهو من اهدافه اذا كان احمد وحيد بقى او محمد شبلي او مرهف كمال، كل الناس المجموعه، مصطفى البرلوسي، المجموعه اللي بتنزل تصور معانا او اللي احنا بنخرج نصور مع بعض وايلد لايف، المجموعه ديت احنا بنروح هدفنا ان احنا نطلع للناس صوره حلوه. يا جماعه خدوا بالكم الصور دي في مصر، يعني انا شخصيا عندي صور وفيديوهات اكتر ما بتسال عليه انت مصور الصوره دي فين، انت ازاي صورتها. لا بجد الطائر ده في مصر. دي الحاجات دي يا احمد بيقولها يعني ناس بتسافر اميال واميال، ده حقيقي فعلا. حقيقي. عشان تاخد لقطات للحاجات اللي انت بتتكلم عنها دي، اللي هي يعني عندنا احنا. من ثقافه حضرتك في النقطه دي صح. والله يعني على احنا عندنا الكم ده من الطيور مزبوط. دي في نوع من السياحه في مصر اسمه السياحه البيئيه، بتشتغل في شركات كتير ومفيش مجال ان احنا نذكر اسماء. لا طبعا. بس الشركات دي كل اللي بتعمله ان هي بتجيب الناس من بره، الناس بتيجي من الدول كلها عشان تشوف طائر اكس وتشوف الطائر ده في بيئته. احنا عندنا هنا في مصر في ابراج مراقبه طيور، في اماكن موجوده مخصوص مراقبه الطيور. وزاره البيئه عامله شغل هايل في موضوع حمايه البيئه وموضوع الحاجات دي، فعلا بيشتغلوا. يعني لو جينا اتكلمنا، انا ليا اصحابي كتير جدا باحثين بيئيين وناس بتشتغل في وزاره البيئه، بيشتغلوا على اتجاهين، اتجاه ان هم بيوعوا الناس يا جماعه الطيور دي مهمه، يا جماعه النسور دي بتاكل الجاف وبتنظف البيئه، يا جماعه الطائر اللي انت بتصطاده ده وبتموته ده مش مكانه هنا، ده ليه جزء في السايكل بتاعه البيئه ودور بيقوم بيه، فلازم ان هو يقوم بالدور بتاعه، لما قامش بيه هيضر التوازن. كل الحاجات دي احنا بنوعي الناس بيها. بنوعيهم ازاي؟ من خلال نبص الطائر ده جميل ازاي. طيب تخيل بقى ان انت الطائر الجميل ده انت مثلا هتصطاده او هتموته، في حين انت مش هتستمتع بحاجه غير ان انت تشوفه بس. يعني انت لو شفته وهو في الطبيعه وبيعمل السلوك بتاعه انت هتستمتع جدا. صحيح. ده اللي احنا بنحاول نعمله. انا كمان الموضوع طول معايا، يعني زاد معايا قوي. انا كنت في كينيا في شهر 7، يعني لميت كل ما املك وفلوسي وبعت كل ما املك وطلعت كينيا عشان اصور وايلد لايف. كل الحاجات دي احنا نقدر ان احنا نعمل، يعني احنا لو عندنا سبونسر لحاجه زي كده احنا نقدر نعمل فيلم كامل عن الوايلد لايف. ده هي كينيا عايشه على الوايلد لايف، كينيا يعني رقم واحد. الدخل الاساسي لكينيا هو من ده. عندهم كذا محميه اهمهم ماساي مارا، اللي هو ماساي مارا ده حدود ما بين كينيا وما بين تنزانيا، بتعدي فيها حيوانات النو اللي هي الوايلد بيست، بتعدي رايحه جايه رايحه، انت مش حاجه ان هي تروح
وترجع والتماسيح قاعده احنا بتاكلها. عموما اتمنى ان انتوا يعني تتبنوا الفكره دي، انه يكون مساله الحياه البريه دي ونشر جمال الحياه البريه في مصر يبقى من خلالكم. يعني اتمنى انه ده يحصل، انه يبقى من خلالكم. احنا فعلا بنعمل كده، ولو الناس دخلت عندنا على فوتوخانه، على البيج بتاعت فوتوخانه، وخصوصا انكم بقى مشاركين كمان في الاتحاد الدولي، او يعني بتشاركوا في مسابقات الاتحاد الدولي، فده في حد ذاته كلام حضرتك مظبوط، فرصه كويسه جدا. بالظبط. انا بشكركم جدا يا شباب، شرفتونا. احمد وحسام وامير، شوف انا حفظت ازاي. احنا في حاجه بس عايزين نقولها اتفضل يا احمد بسرعه عشان وقتي. لا، ما اقل من نص دقيقه. احنا يا جماعه، انا هبص للكاميرا عشان تبقى رساله للناس. احنا يا جماعه، احنا الناس، اي حد بيصور ماسك الكاميرا في الشارع هو بيحب البلد دي زيه زيك بالظبط. صحيح. هو عايز يوري للناس جمال المكان اللي انت فيه. احنا عندنا السياحه عايزين نقومها. اللي ماسك كاميرا في الشارع ده مش مجرم ولا ارهابي ولا بيعمل حاجه غلط. لازم القوات الامنيه او الاجهزه الامنيه تساعدنا وتقف معانا عشان نرجع السياحه اللي هي واقعه دلوقتي زي ما كلكم عارفين. يا ريت في فتره كان مدير المتحف المصري فتح التصوير ببلاش لكل الناس. انا اكاد اقسم لحضرتك او اجزم لحضرتك ان الفتره دي اكتر فتره جه فيها زوار للمتحف المصري، عشان بس فتحنا التصوير ببلاش. كل دول العالم بتعمل كده، مش لازم يبقى التصوير ببلاش، بس التصوير مسموح. فانا لما بصور هاخد الصوره هعمل بيها ايه؟ اخر حاجه اللي انا هبقى شرير هبيعها. فلو انا شرير وبعتها، اللي هياخدها يستخدمها ان هو يعمل ماركتنج او يعمل تسويق للمكان بتاعي. انا فاهمه قصدك. عموما هي يعني اعتقد انه هي فتره صغيره احنا بنعدي فيها في ارتباك، لكن ان شاء الله كل حاجه بعد كده هتبقى مظبوطه. بشكرك جدا يا احمد، وبشكر كل شباب فوتوخانه، شرفتونا النهارده في البدايه، واتمنى لكم التوفيق على الفرصه الجميله دي. شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده بتنتهي حلقتنا النهارده. بشكركم شكر جزيل على المتابعه، وان شاء الله هقابلكم يوم الجمعه القادم في حلقه جديده، لكن بكره هيكون معكم زميلتي سهى عامر وأسرة جديدة لبرنامج البداية. بشكركم وإلى اللقاء.